عاجل ماتت الأميرة سارة آل سعود منذ قليل، ولكن ما اكتشفه أهلها بعد رحيلها صدمهم أكثر من وفاتها. ستبكيك. في لحظات يمتزج فيها الحزن بالسكينة، وفي يوم خيم فيه الحزن على القلوب، فُجِع الجميع بنبأ هز أركان العائلة المالكة في المملكة العربية السعودية، وأثار شجون الشعب السعودي الوفي. إنه نبأ رحيل صاحبة السمو الأميرة سارة بنت أحمد آل عبد الرحمن آل سعود. رحلت وتركت وراءها سيرة عطرة وذكرا طيبا وفراغا لن يملاه أحد. وفاة صاحبة السمو الأميرة سارة بنت أحمد آل عبد الرحمن آل سعود صدر عن الديوان الملكي السعودي اليوم البيان التالي: انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة سارة بنت أحمد آل عبد الرحمن آل سعود، وسيصلى عليها إن شاء الله اليوم بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد كان يوما استثنائيا حين صدر بيان الديوان الملكي السعودي، ذلك البيان الذي حمل في طياته نبأ أدمى القلوب، حيث أعلن انتقال الأميرة سارة بنت أحمد آل عبد الرحمن آل سعود إلى رحمة الله تعالى. فور صدور هذا الإعلان سادت حالة من الحزن العميق في أرجاء المملكة، وتصدرت عبارات الدعاء والترحم منصات التواصل الاجتماعي في مشهد يعكس المكانة الكبيرة التي تحظى بها شخصيات الأسرة الحاكمة في قلوب أبناء الشعب السعودي الذين استشعروا فقدان قامة من قاماتهم. في مشهد مهيب وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، توجه المشيعون يتقدمهم أفراد العائلة المالكة إلى المسجد الحرام بمكة المكرمة، حيث أقيمت صلاة الجنازة على جثمان الأميرة الراحلة. بعد صلاة العصر تدافع الناس صفوفا يرفعون أكف الضراعة إلى المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته. كانت لحظات الوداع صعبة، حيث تلاقت القلوب في بيت الله الحرام موحدة الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، في مشهد يعكس ترابط المجتمع السعودي في أحلك ظروف الفقد. عن الأميرة سارة بنت أحمد آل عبد الرحمن آل سعود، نحن نتحدث عن سيدة حملت في طياتها نبل العائلة وصفات الأصالة التي عرف بها آل سعود. لقد عاشت الراحلة حياتها بعيدا عن صخب الأضواء، متمسكة بالقيم والمبادئ، حريصة على أداء واجباتها العائلية والاجتماعية بكل تفاني. عرفت بمواقفها الإنسانية الخفية وبصمتها الطيبة في حياة كل من اقترب منها. كانت نموذجا للمرأة السعودية التي تجمع بين الوقار والأخلاق الرفيعة، تاركة خلفها إرثا من الاحترام والتقدير في نفوس كل من عرفها أو سمع عن سيرتها. ولكن بعيدا عن أروقة القصور وفخامة الإعلان الرسمي، كانت هناك زاوية أخرى للألم. لقد صدمت عائلة الأميرة صدمة مضاعفة، ليس فقط لفراقها بل لما اكتشفوه بعد رحيلها من تفاصيل إنسانية خفية. فقد تبين إنها كانت تعيش لحظات صعبة من المعاناة التي لم تكن تعلن عنها، وكانت تتحملها بصمت وشموخ.
إن حجم الفراغ الذي تركته وما انكشف من أعمال خيرية كانت تقوم بها دون أن تعلم شمالها ما تنفق يمينها هو ما أحدث الصدمة في نفوسهم. لقد أدركوا حينها إنهم لم يفقدوا فقط أميرة أو قريبة، بل فقدوا روحا كانت تحمل هموم غيرها وتواسيها، وفقدوا تلك اليد التي كانت تمتد بالخير سرا، وهذا هو السر الذي بكي له أهلها وتأثر به كل من عرف حقيقة حياتها التي لم تكن للعيون بل كانت لله وللإنسانية. في ختام هذا الحديث لا يسعنا إلا أن نرفع أيدينا بالدعاء لفقيدة العائلة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمد الأميرة سارة بنت أحمد آل عبد الرحمن آل سعود بواسع رحمته، وأن يربط على قلوب ذويها ويجعل ما قدمته في حياتها شفيعا لها يوم لا ينفع مال ولا بنون. إنا لله وإنا إليه راجعون.